يونس بن متى في بطن الحوت من أنقذه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. نوح وقد كذب وعذب 950 عاما وهو في جهاد. دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. هذا حاله. وأوحي إليه يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وصل الخبر. إذن البقية هذه حصب جهنم. ليش عايشين؟ ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. نطقها نوح فاستجاب الله ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. سبحان الله. الله الصمد. الخلائق كلها تصمد إليه في حاجاتها. الحيتان في البحر من يرزقها والطير في جو السماء من يحفظها ويكلأها ويريها الحبة في بطن الأرض. الهدهد عندما رأى القوم في اليمن يسجدون للشمس من دون الله أنكر عليه. قال لسليمان جئتك من سبأ بنبأ يقين. وش النبأ؟ امرأة تملكهم. هذا أول مشكلة. تملكهم امرأة. ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ويعبدون مؤنث الشمس. تملكهم أنثى ويعبدون أنثى يسجدون لها. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. شوف إنكار المنكر. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. ما هو الخبأ؟ الحبة، الرزق يخبئه الله في السحب للطير، فالطير يأكل وهو في بين السماء والأرض. الحب تطير بأمر الله حتى يأكلها الطائر ولا ينزل لها، ويخبئها في الأرض فينزل من عليائه فيأخذها ويمشي، والإنسان لا يراها لا من فوقه ولا من تحته. سبحان الله. داود عليه السلام لما أذن للجبال والطير أن تؤوب معه، يا جبال أوبي معه والطير، ورددت الجبال والطير مع داود زبورة، أصبح صوت الجبال قوي يهز، وأصبح صوت داود ضعيف. فقال داود ربي اسكت هذه الجبال حتى تسمع مناجاتي لك. فبعث الله جبريل عليه السلام يقدم درسا عمليا لداود عن سمع الله جل جلاله. فقال جبريل يا داود إن الله يقرئك السلام ويأمرك أن تتبعني. أقرب جبل ضربه جبريل فانفلق، فنزل في قعر في ظلمات. قال يا داود تبصر شيئا؟ قال لا. تسمع شيئا؟ قال لا. فأشرق قعر الجبل بالنور وأصبح داود يبصر. قال أرأيت هذه الصخرة؟ قال نعم. قال خذها. أخذها داود فوضعها في يده، فإذا بهذه الصخرة تنفلق في يد داود وتخرج من قعرها دودة في فمها ورقة خضراء. قال أبصرت الدودة؟ قال نعم. قال سمعت لها صوتا؟ قال لا. قال أدن من أذنك، أدنها من أذنك. فدنا فسمع لها صوتا ضعيفا، فقال إن الله يقرئك السلام ويقول لك
إنه خلق هذه الدودة في قعر هذا الجبل ورزقها في قعر هذا الجبل وهو يراها ويسمع دعاءها ومناجاتها، فكيف لا يسمعك؟ قل هو الله أحد الله الصمد. خرج موسى عليه الصلاة والسلام يستسقي، اللهم اسقنا. خرج يستسقي ببني إسرائيل فإذا بالنمل قد خرج، فقال موسى لبني إسرائيل ارجعوا فقد كفيتم. خرجت أمة النمل تستسقي فنزل المطر، لأن صلاة الاستسقاء قامت بها أمة النمل. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. سبحان الله. ومن حكمة الله جل جلاله ورحمته الواسعة أن حجب ذاته عن خلقه، فلو لم يحجب جل جلاله ذاته عن خلقه لفنى خلقه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجابه النور، لو كشف عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. فحجابه عن خلقه رحمة بخلقه. ولذلك لما قال موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. خر موسى صعقا. لكن عندما تكتب الحياة التي لا موت بعدها يجوز وقتئذ أن يكشف الله الحجاب عن نفسه ليرى. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الصمد كل يوم هو في شأن. وإذا أردت أن تعرف فتعال إلى أي مسجد من المساجد، ولكن اذهب إلى الحرم وانظر واستمع ماذا يقول الناس. الطائفين كل في نجوى مع الله، الطائفون كل في نجوى مع الله بلغته. وانظر إليهم يوم عرفة الأيادي مرفوعة إليه وكل يناجيه ولا يشغل أحد عن أحد. صمد. ومهما بلغت عظمة ملوك الأرض لو تقدم اثنان في وقت واحد لاختلط عليه الأمر. واحد واحد كبر كبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خلي هذا يتكلم بعد وانت. أما الله جل جلاله فتعالى الملائكة تناجيه، الذين يحملون العرش وهم أعلى الملائكة يحملون عرش الله، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. الذين يحملون العرش ومن حوله، من حول العرش من الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يستغفرون للذين آمنوا استغفار جماعي أو استغفار فردي؟ هل هذا يستغفر للمجموعة وذلك لمجموعة أخرى وذلك لمجموعة أخرى؟ يستغفرون للذين آمنوا الأحياء أو الأموات أم الأحياء والأموات جميعا؟ يستغفرون للذين آمنوا فماذا يقولون؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. بلغت رحمته حيث بلغ علمه، وعلمه أحاط بكل شيء، وبلغ علمه حيث بلغت رحمته، ورحمته وسعت كل شيء.